محمد ده بيسأل دلوقتي، وقع حادث مروري. تمام. اتعمل محضر فيه مصابين. يا ترى هاخد الرخصة تاني ولا الرخصة هتتلغي ولا ايه اللي بيتم بالظبط؟ فبنقول اهم حاجة التصرفات النهائية للنيابة. يعني ايه التصرفات النهائية للنيابة؟ ممكن النيابة تحفظ المحضر، ممكن النيابة لو شافت ان الموضوع عوارض. يعني ايه عوارض؟ يعني حاجه خارجه عن ارادتك، انفجار الاطار مثلا بتاع السياره ادى لانقلابها واصابه الركاب، لا قدر الله في ظروف خارجه عن ارادتك، ظروف جويه، ظروف في الاسفلت نفسه اللي انت ماشي عليه، دي اسمها عوارض، حاجه خارجه عن الاراده. تمام. وكانت سبب في الحادث. يبقى بنرجع لتصرفات النيابه النهائيه في المحضر. ايه اللي تم في المحضر؟ اتحفظ اداري، نزلت جلسه، خدت براءه، خدت حكم. فبنحدد على هذا الاساس، بنقرا المحضر كويس، نشوف موقفك من الحادثه ايه. هل حضرتك متسبب في الحادث او الحادث نتيجه خطا الغير او خطا المجني عليه؟ وده بنلاحظه في كتير من الحالات بتبقى سبب الحادثه قائد الموتوسيكل لو ماشي بدون لوحات، حدث دون السن، معاش رخص، الكلام ده كله يبقى خطر الغير. تمام. بدي لك رخصتك كطرف متسبب في الحادث. تمام. والا لو حضرتك متسبب في الحادث بنطبق عليك الماده 35 من قانون المرور، وفي الحاله ديت بتضطر تلتحق بمدرسه تعليم القياده لمده 3 شهور، وبتكشف كومسيون طبي وتختبر تاني في القياده عشان تاخد رخصه من جديد. يبقى لو انا متسبب في الحادث المرور بيطبق عليها ماده 35. لو انا مجني عليه او خدت حكم بالبراءه او المحضر اتحفظ اداري او اتحفظ لاي وجه لاي سبب من الاسباب، بتسترد الرخصه بتاعتك تاني. تمام.